ليه تشتري ايباد؟ بحكم شاشته الكبيره فهي شاشه مناسبه جدا لمشاهده الافلام والفيديوهات عليها، وعلى فكره جودتها كمان خطيره، ده لانها من نوع راتينا بتقنيه البرو موشن، وتقدر تشوف فيديوهات اليوتيوب عليها لحد دقه 1080. ومش بس مشاهده الفيديوهات، الشاشه الكبيره دي كمان مناسبه جدا لقراءه الكتب عليها او للمذاكره لو كنت طالب، وهتحبها اكتر لو كنت بتعمل تصميمات بشكل محترف باستخدام برنامج الفري فورم اللي بيحسسك انك بتكتب على ورق حرفيا، ده مع تجربه الابل بنسل اكيد، بس نظرا لان هو حاليا مش متوفر معانا فهنمشي نفسنا بالقلم ده. جيش قالك اتصرف يا برنس، وما يمنعش برضه من انك ممكن تلعب شويه عليه وتروق على حالك، يعني على فكره هتحب اللعب هنا قوي. وعلى الرغم من ان الايباد جهاز غير مخصص للتصوير، بس عندك كاميرا خلفيه 12 ميجا بكسل بتصور فيديوهات 4K عادي جدا، يعني ما تستغربش. زائد ان الايباد جهاز عملي فعلا ووزنه خفيف وبطاريته هتكمل معاك اليوم حرفيا، وممكن يكون بديل اللابتوب بتاعك. كل ده مع سوفت وير سلس ومستقر فعلا من ابل. ولكن السؤال هنا بقى، هل انت فعلا محتاج تشتري الايباد ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والفولو كده كده، وتستنى الفيديوهات الجايه.